السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكون أحوالكم كلها على خير وفيديو جديد. عواشركم مبروكة. كنتمنى هذا رمضان إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والخير والتيسير. اليوم غادي نشارك معكم مجموعة من التنظيفات ومن مواد ديال التنظيف اللي كتسهل الأمور. فغنبداو على بركة الله بالبوطة أو الفرن. فصراحة هذا الأسبوع كامل ما قصتوش نهائيا لأنني كنت مشغولة جدا مع التحضيرات الرمضانية، فوصل لهذه الحالة هذه اللي كتشوفوا يعني تعلق بزاف. فبديت به هو الاول باش هكذا نتحمس. رشيته بهذا المنظف الخطير رائع صراحه. بالنسبه لهذا المنظف راه موجود، غتلقاوه عند الهري، غتلقاوه في بيم. الثمن ديالو تقريبا ما بين 20 و 22 درهم. كينفع في بزاف ديال الاستعمالات. ان شاء الله نجمعهم لكم في فيديو واحد باش تستافدوا اكثر. غادي نخلي البوطه اولا الفرن يتنقع فقط واحد 10 ديال الدقائق، وغادي نرجع ليه نضرب عليه واحد الفركه خفيفه. كتلقاو جميع الاوساخ يعني صافي ولاو ساهلين بزاف. واخا يكونوا بانوا لكم في الاول صعاب، راه غير تخليوه يترقد دغيا كيزولوا صافي. فركتو ودوزت عليه بالصابون ديال الاواني من بعد واحد المسحه، وشوفوا ما شاء الله النظافه كيفاش رجع كيشعل بلا تعب بلا مجهود. ما غاديش تبقاو تهزوا ليه الهم نهائيا. البوطه ديالكم غترجع كانها جديده في دقائق معدوده. شوفوا ما شاء الله النظافه كيفاش رجع. وبالنسبه للناس اللي كيعانيو مع الاله ديال البانيني، خصوصا اللي كيطيبوا فيها بحالي، كنطيب فيها لي ساندويتش، كنطيب فيها القطبان الفلفله، ما كنخلي ما ندير فيها. وهذه هي النتيجه كيفاش كترجع. فحتى هي كنضيفها غير بهذا المنظف الاصفر او لا اسبيركس. صراحه الريحه ديالو زوينه، ماشي شي ريحه اللي مجهده او لا كدير الحساسيه. صافي هنا رشيت على الاله ديال البانيني. كيف ما شفتوا وريتكم الفيش بانه راها يعني ما مبرونشيش مع الضوء، طبعا راها بارده. صافي دوزت عليها غير بالحلفه ديال المعن الرطبه ومسحتها بمنديل حتى هو يكون رطب باش هكذا ما تخدش وتبقى مزيانه. وفي المرحله الثانيه غادي نرشها بهذا الخل المنظف اللي منتوج جديد في بيم. غادي تلقاوه داير الثمن ديالو ما بين 7 و 8 ديال الدرهم. صراحه رائع. انا ركبت لي هذه الرشاشه هذه باش يجيني سهل في الاستعمال. راه غادي تلقاوه يعني موجود فقط في بيم. رشيتو الريحه ديالو ما نقولش لكم كيفاش دايره، راه ما كيشبهش نهائيا الخل العادي، ما فيه لا زفوره لا والو، وكينظف وكيعقم بواحد الطريقه اللي هي زوينه بزاف. صافي هنايا بديت كنمسح بالبابي ديال الكوزينه، وشوفوا ما شاء الله الاوساخ والدهون ما بقات منهم حتى شي حاجه، كلشي تحيد ورجعات الاله ديال البانيني كانها جديده، رغم انني يعني كندير فيها كل شيء المسائل اللي كتلقوا اليدام. فدغيا كتنظف، ما كنهزش ليها الهم نهائيا. شوفوا معايا النتيجه ما شاء الله، بلا ما تجرح، بلا ما يوقع ليها حتى شي ضرر. الا بغيتو نشارك معكم الاستعمالات اللي كنحضر فيها فمرحبا، خليوها لي في التعاليق. وطبعا ما نساوش الثلاجه حتى هي ضروري ليها من واحد المسحه اللي تكون يعني خفيفه. الا كنتو يعني كتعقموها كل شهر فما غاديش تحتاجوا ليها تنظيف اللي هو كتير. صافي هنا رشيتها بهذاك الخل المنظف اللي شفتوا معايا. غادي نمسح طبعا بالبابي ديال الكوزينه لانه ما تيخليش ليا دوك الخيوطه او دوك عرفتوهم كيطلقوا المناديل. فكنفضل هذا البابي هذا لان الرفوف ديالها ديال الزاج فصعبين شويه باش انهم يتنظفوا. وبهذه الطريقه هذه الثلاجه كترجع كتشعل، فيها ريحه زوينه، كتنقى مزيان. بالنسبه للخل راه موجود في بيم، غادي تقلبوا عليه غادي تلقاوه ان شاء الله راه كينفع بزاف. وما شاء الله الثلاجه تنقات ولات كتفتح النفس اننا نستفوا فيها المسائل اللي غنحتاجو في رمضان. كذلك هذا الخل المنظف او المعقم كنستعملوه حتى للصنابير او سورتو هذا ديال الكوزينه، كيرجع حالته مع الكالكير واليدين. حتى هو كندير ليه واحد الرشه من هذا الخل هذا، صراحه اقتصادي بزاف حتى من هذاك الاخر اللي ديجا كاين في بيم. الثمن ديالو اظن واش 9 او 10 دراهم. هذا فعال اكثر منه وفي الثمن راه ارخص منه. وشوفوا ما شاء الله اللمعه، مجرد انني مسحته بدات اللمعه كتبان، ودوك الترسبات ديال الكالكير راه ما كيبقاوش نهائيا. النتيجه راها واضحه في الفيديو. الصنبور كيرجع كانه مرآة، يعني كيتنقى مزيان.
وكذلك هذا الخل المنظف ممكن تستعملوه حتى على الطبيلات اللي كيكون فوق منهم الزاجه كتكون مضببه فيها الاثار ديال اليدين. شوفوا معايا الطبله ديالي كيفاش الشكل ديالها معلكه، كنرش عليها بالخل صافي وكنمسحها. ما كنحتاجش انني ناخذ يعني برودوي خاص بالزاج، ما كثروش علينا برودويات. فهاد الخل هذا متعدد الاستعمالات، تقدروا تنظفوا به حتى المرايات، راه كيرجعهم كيشعلوا. هذا ماشي اشهار، هذا فقط بارطاج، واي حاجه كتسهل عليا الحياه ما كنترددش انني نشاركها معكم. واخر حاجه هما هاد المقالي هادو اللي كنستعملوا يوميا، يا اما كنقليو فيهم او لا كنشحروا فيهم، فكيوليو فحال هكا الا ما نظفناهمش. مني كيوصلوا لهاد الحاله صراحه كيعجزونا بزاف اننا يعني ننظفوهم. فالطريقه اللي غادي نشارك معكم سهله جدا، كنحتاجوا ليها فقط منتوج واحد اللي هو هاد الجيكس الرائع اللي متوفر دابا حاليا في بيم. مستر جيكسر سبق لي وشاركته معكم، وبزاف الاخوات شكروني بزاف لانه فعلا رائع رائع. ما نقولش لكم انا بعدا ولا عندي معتمد. خديت واحد للكوزينه وواحد حتى للحمام، ما كتحتاجوش معاه شي برودوي اللي هو خاص يعني بالدهون ولا شي حاجه، غير هو كافي. غادي ديروا فيه غير البرودوي العادي اللي كتستعملوا الماء ديالكم، يعني سواء السائل او العجين ديال الاواني صافي، وكتبداو تفركوا به. راه هو بحد ذاته كينظف، يعني هو كينظف، واللي زوين فيه انه ما كيجرحش. حتى الا كانت عندكم شي مقله اللي يعني مغلفه ما تخافوش انها تجرح لكم، لانه رطب وفي نفس الوقت فعال. انا هنايا صافي درت غير برودوي سائل اوني وكنبدا كنفرك، وشوفوا معايا النتيجه دغيا دغيا كتبان. فراه غادي ترجع جديده هاد الكاسرونه هذه رغم انها فيها طبقات وطبقات من الدهون، حيت رجعت كنقلي فيها ولات فحال هكا. وشوفوا معايا ما شاء الله كيفاش تنقات بلا مجهود اللي هو كبير، بلا كثره الحكان. وعافاكم استعملوا ليغو. دائما تنوصيكم وانا ما تنديرش بالوصيه. شوفوا معايا كيفاش رجعت هذه الكسرونه هذه، ما تقولوش انها هي الاولى اللي كانت في لا فيديو. غادي ندوز لهاد المقيله حتى هي اللي الظهر ديالها صراحه مسخ بواحد الطريقه ما تقدروش تشوفوا فيها. وشوفوا معايا النتيجه فيت في. بالنسبه لهاد الجيكس هذا الثمن ديالو 5 دراهم، واللي زوين فيه انه تقدروا تستعملوه مده طويله. انا راه تقريبا شي شهرين او 3 شهور وهو عندي كنستعملو. يعني كيطول مده الصلاحيه ديالو، كتطول ماشي بحال الجيكس العادي يعني استعمال او لا جوج استعمالات صافي ما كيبقى فيه ما يدار. هذا واخا ب5 دراهم راه عملي واقتصادي في نفس الوقت. صافي هنايا دوزت على المقيلات كاملين اللي عندي ورجعوا ما شاء الله جدادين. كنتمنى انني نكون فدتكم بهاد المنتوجات هادو اللي راهم متوفرين في بيم. كيف ما ذكرت وعاودت انه هذا ماشي اشهار، هذا فقط بارطاج. الحاجه اللي كتنفعني كنبغي نفع معايا ناس وحدين اخرين. وشكرا لكم وعواشركم مبروكه.